بالبدلاء والصف الثاني منتخب مصر يتعادل مع انجولا 0-0 بخطة دفاعية خطة اكز من كابتن حسام حسن. خطة 5-3-2، أداء دفاعي وتمركزات في عمق الملعب مع الدفاع، بيلعب بثلاثة يعني. يعتبر كان بيلعب كابتن حسام حسن بخطة الليبرو على فكرة، وحسام عبد المجيد وخالد صبحي ومحمد اسماعيل، وطبعا اللي هو الباكات احمد فتوح واحمد عيد. كابتن حسام حسن يا جماعه انا مستغرب جدا ان هو مرضاش يلعب امام عاشور كاحتياطي، ينزله مع العشر، هو نزلهم كبدلاء. حاجه غريبه جدا. اضافه كمان في وقعه فريده من نوعها، يعني صلاح محسن كان هو يحمل شارة الكابتنة، كان هو كابتن منتخب مصر، ودي حاجة اكسكلوسيف لصلاح محسن يلعب مهاجم وكمان يحمل إشارة الكابتنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم هيثم كروي السينمائي، بنحل كورة والسينما مع بعض يا جماعة. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتركوا في قناة اليوتيوب. واحنا قلنا والله ان اليوتيوب قال نشترك في القناه مجانا، مش هتخسر اي شيء لو اشتركت في القناه. واصحابنا اللي في التيك توك يتفاعلوا معانا ويخشوا على لينك اليوتيوب ويشتركوا في قناه اليوتيوب. والله والله لو حبيت الخير لغيرك الخير هيجيلك كده كده. طبعا الحمد لله ان احنا صعدنا اول مجموعه ومعانا 7 بونت، ولكن بطريقه دفاعيه جدا. يعني انجولا يا جماعه اتعادلت معانا لكنها ضيعت بعض الفرص. يعني انت تخيل، هل لك ان تتخيل ان شيكوبانزا يمثل علينا ضغط وضيع فرصتين ثلاثه، اللي هو لاعب الزمالك الحالي وكمان اللي كان بيلعب في الاتحاد السكندري زمان اسمه ابولولو ده ضيع فرصتين. ابولولو كان بيلعب في الاتحاد السكندري. فيا جماعه يعني احنا الفرق اللي هي العاديه او اقل من العاديه لازم تعمل علينا اي لقطه، حتى لو بنلعب بالنجوم الاساسيين او بنلعب بالاحتياطيين. شيء غريب جدا. اضافه كمان يعني كابتن حسام حسن حاول يصلح من الخطه بتاعته الدفاعيه اللي هو كان مصمم عليها في الشوط الاول، وسحب اللي هو محمود صابر، ونزل الشوط الثاني احمد سيد زيزو عشان يبقى ايه، يعني هاف ديفندر متقدم شويه يطلع بهجمات. وفعلا قد كان يعني حتى يعني احمد سيد زيزو جات له انفراد في الدقيقه 76، كان منفرد بدل ما يخلص على طول من وان تاتش، لا الباشا رايح يقطم لجوه عايز يرقص. انت يا زيزو مش حريف، ما بتعرفش ترقص، ما تخلص على طول من لمسه واحده تجيب الجول. لا لازم نتعادل طبعا عشان بنلعب بدلاء. اضافه كمان ان هو كابتن حسام حسن في الشوط الثاني نزل مصطفى فتحي بدل من مصطفى محمد، ان هو بيظهر لنا ويوضح لنا ان احنا عندنا اجنحه. لان الشوط الاول كان بيلعب بثلاثه مهاجمين تقريبا، بيلعب بصلاح محسن مهاجم ومصطفى محمد وابراهيم عادل. ابراهيم عادل اللي هو كان دون المستوى تماما، انا مش عارف ابراهيم عادل ماله، يعني وحش قوي ليه كده. اضافه كمان ان مصر الحمد لله رب العالمين اخيرا صعدت